ان شيخ حجاج يعني ممكن نقول ان مضمونها بقى، يعني مضمون كلمة اتيكيت او فحواها او محتواها، يعني لو جينا نقول مثلا علاقتها بالاسلام او علاقة الاتيكيت ده بالاسلام، هل الاتيكيت ده ممكن يكون من الاسلام ولا فعلا ممكن نقول ان دي حاجة لا نبعدها عننا وبلاش كلمة الاتيكيت دي ونبعد عن الموضوع ده؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لو اتكلمنا عن الاتيكيت بنتكلم عن حاجة اسمها التقدم او الحضارة، دعوة للاخلاق الحميدة، دعوة للسلوك الطيبة، كل حاجة جميلة احنا بنعملها او بنحسها بالشياكة وبذوق عالي وذوق رفقي بنقول عليه اتيكيت. لو رجعنا لآداب الإسلام، الآداب الإسلامية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة الأجلاء الكرام، سنجد في كل تعاملاتهم الذوق الرفيع اللي هو ما يطلقون عليه الآن الاتيكيت جميل. والمثل العليا جميل. والأخلاق السامية. نجد كل ذلك في تعاليم الإسلام وفي آداب الإسلام اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لحظة بلحظة وشيء بشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة حاجة حاجة. حتى واحد يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أألج، يعني أدخل، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخادمه اخرج فعلمه، علمه قل السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كل هذه الأخلاق السامية. ده إنجاز التعبير بقى نقول عليه اتيكيت التحية أو اتيكيت السلام. نعم بالظبط كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعلمنا ده ويعلم الصحابة، وكان في أخلاق يعني غير عادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابة الأجلاء. جميل. يعني حضرتك عايز توصلي دلوقتي او انا فهمت والساده المشاهدين معايا ان الاتيكيت ده حاجه من الاسلام، واحنا الاتيكيت ده كان عندنا، هو ده مضموننا وده دي سلوكياتنا، ولكن تغربت بقى وذهبت للغرب زي ما الدكتور كان بيقول في الاول، وبعدين رجعت لنا تاني. اللي عايز اقوله بس ما دام حضراتكم اكدتوا ان الاتيكيت ده حاجه او الذوق الرفيع ده حاجه موجوده في الاسلام، يعني عايز اقول ان ممكن قواعد الاتيكيت تكسر. يعني الاتيكيت ده لازم في دايما نطبق الاتيكيت ولا ممكن يكسر؟ السؤال واضح ولا ممكن اقول مثال؟ يعني مثلا زي ما بناكل مثلا، لما بنيجي بناكل بالشوكه والسكينه. معروف دلوقتي في مجتمعاتنا لما نقول هناكل وناكل على الاتيكيت المفروض بنمسك الشوكه بالشمال والسكينه باليمين. هل الاتيكيت ده اقول عليه في الاسلام لا ولا تكسر القاعده؟ لا، ده احنا الاتيكيت ما يوافق الاسلام بتعاليم الإسلام أخذناه وعملنا به، وما لا يوافق الإسلام أكيد يوما من الأيام سيتغير. جميل. تأكد تماما أي شيء يخالف الإسلام هياخد فترة معينة وبعد ذلك سيتغير يوما من الأيام. فأنا يعني إذا كان الناس مثلا بيمسك الشوكة بإيده الشمال وفي حين إن هو ده الاتيكيت ده في نظره إن هذا اتيكيت، لا هذا مخالف لتعاليم الدين لأن الكل بيمينك. فالاتيكيت اللي احنا بنقول عليه اتيكيت دلوقتي ما وافق الإسلام، كثير من هذه قواعد الذوق الراقية تجدها تتفق مع الإسلام، إلا في بعض أمور بسيطة مثل إن الشوكة بيد الشمال، حاجات بسيطة جدا وتجدها مخالفة لقواعد الإسلام. لا، نرجع لإتيكيت الإسلامي بقى. يعني دكتور، يعني الشيخ حجاج لو هيروح مثلا في مكان معين، في مكان راقي بيديه اليمين واتعرض عليك شوكة وسكينة، هتاكل ازاي؟ الشوكة بيديه اليمين والسكينة بالشمال، يكون مخالف الاتيكيت. مش مشكلة بقى، مش مشكلة، ويتقال اللي يتقال. احنا ليه بنبص كده؟ الغربيين عمرهم ما بينظروا للنظرة دي. كل واحد في حاله، انا باكل، انا لا، مش لازم ابص الناس بتاكل ازاي ولا ده بيشرب ازاي وده ماسك ايه وده لابس ايه. ليه كده؟ يعني فانا شايف ان انا اسلامي ديني محمدي بيامرني ان اكل بيدي اليمين اكل بيدي اليمين. جميل. اذا الاتيكيت او الاصول اللي ابتدعت دلوقتي ممكن تخالف الاسلام، دي خلاص مش هنعتبرها من الاتيكيت، ولكن احنا اتفقنا ان الاسلام كله ذوق وكله شياكه وكله